ده الخرشوف، والخرشوف ده زي ما بقول لكم اسرع علاج للكبد واسرع علاج للهضم واسرع علاج للامساك على وش الارض. في ناس بتقشر الورق وبعد ما تقشر الورق تاكل القلب بتاعه، وفي بعض الناس بيحشوا خرشوف يرموا الورق كله وياخدوا القلب يفتحوه ويحطوا فيه مش عارف. مع الورق ده مهم والساق اهم. لو انت عاوز تعمل شوربه خضار صديقه للكبد انت محتاج الورق اللي بره ده كله، وياخدوا القلب يفتحوه. ومن الأحسن دائما القوق ناخدوه طري باش كيجي زوين، ما يكونوش هاد الاوراق ديالو لاويين، فإلا كانوا كيطرطقوا كنسمعوا داك الصوت ديال الترطيق كنعرفوا ان راه القوق جديد. صافي كنستمر بهاد الطريقه هادي كما الاوراق الخضرين صافي وهذيك البلاصه البيضاء. ومن الاحسن دائما هادي كما تشوفوا معايا، ومن الاحسن الاوراق الخضرين صافي وهذيك البلاصه البيضاء نحاولوا ما نضيعوهاش وما نضربوش فيها بزاف بالموس. ضروري يكون في جنبنا واحد طريف ديال الحامض وكندوزوه على اي بلاصه بانت لينا بيضاء، كندوزو عليها هكا شويه ديال الحامض باش كيبقى لينا هذا القوق بيض وما كيتاكسدش لينا. صافي غادي نجيب واحد المعلقه صغيره وغادي نبدا نحيد هاد الشعيرات هادو اللي تيكونوا هنا الفوق. ممكن تحيدوهم بالموس، ولكن انا غادي نشارك معكم واحد الطريقه باش نقيو القوق بلا ما نضيعوه، لان بالموس نقدروا نضيعوه ديال المعلقه. وغادي تشوفوا معايا غادي نبدا نكرط بهذه الطريقه. ضروري but do the best you can. Throw in some aromatics like garlic, rosemary. بدنا نطلع على الكعب اللي قلت انه ما نتخلص منه ومنمرق فيه شوكة مثل ما شايفين. اذا مرقت بسهولة يعني الارض الشوكة صاروا جاهزين للاكل. And you can boil this down even further to concentrate the flavor. I ended up with about 4 to 5 cups of broth. نص كوب بازاليا مفور عليها full oil. So I serve up some soup and then place half a comfit artichoke with a couple healthy tablespoons of the comfy oil. كمقبلات صحية وسريعة وشكلها كتير حلو، رح يحبوها أكيد ضيوفكن.